معلش يعني انت طالع، احنا كنا بنتريق على الناس التانية اللي بتقعد تنفخ في اللعيبة وتقعد تطبل وتقعد تنفخ فيهم لحد ما يبقوا بلالين. فانت طالع دلوقتي ما جبتش سيرة لعيب مقصر، ولا جبت سيرة إدارة مقصرة، ولا جبت سيرة إن اللعيبة دي كلها بالفلوس دي كلها، ولا جبت سيرة أي حاجة، ولا أوضة لبس، ولا أوضة أي حاجة، ولا جبت سيرة لعيب مش عارف يباصي، ولا لعيب عارف يتحرك، ولا لعيب عارف يجيب جون، ولا اتكلمت على اي حاجه، ولا عندنا دفاع، ولا اتكلمت على الباكات بتوعنا ما بيرفعوش ما بيتقدموش. ما اتكلمتش عن اي حاجه خالص، كل اللي اتكلمت عليه المشكله في المدرب. طب ماشي، طب ما نستنى الماتش بتاع بيراميدز هو اللي يحكم عليه. طيب الماتشات اللي فاتت هتقول لي ما احنا خسرنا من المحله وخسرنا من مودرن اخر الدوري، فاضل الاسماعيلي، يبقى كده اخر ثلاثه في الدوري يتعادلوا معانا. ما خسرنا، احنا تعادلنا معاهم، فبالنسبه لنا دي خساره عامه يعني. فدول اخر ثلاث فرق، فاضل الاسماعيلي بس ان احنا نتعادل معاه، يبقى احنا تعادلنا مع الفرق اللي كانت هتهبط. فتستنى ما نشوف نعمل ايه مع بيراميدز. يعني انت المفروض هنغير المدرب طيب دلوقتي؟ طيب وندفع؟ ده كولر لسه بندفع له فلوس لحد دلوقتي. طب انت مقتنع بكلامك؟ لسه بندفع فلوس لكولر وبندفع فلوس للمدرب الجديد، فدلوقتي احنا بندفع لمدربين وهو مدرب واحد اللي بيدرب. فاحنا نمشي ده وندفع له برضه شرط الجزائي، يبقى ندفع للمدربين قاعدين في بيوتهم وندفع للتالت اللي هيجي. يبقى احنا النادي الوحيد اللي في العالم اللي بندفع تلات، وتبقى حدوته بقى الناس كلها يقعدوا يتريقوا علينا. يبقى احنا بندفع لثلاث مدربين. فنستنى ماتش بيراميدز نشوف هنعمل فيه ايه. طيب يعني انت، ما هو المفروض ده الحكم الاخير عليه اللي هو ماتش بيراميدز. وبرضه ما تجيبش اللوم كله على المدرب. ما في لعيبه طيب كانت بتلعب في الملعب، ولعيبه مش عارفه تباص، ولعيبه مش عارفه تتحرك، ولعيبه مش عارفه تكسب غزل المحله، ولعيبه مش عارفه تكسب مودرن. انت مستني ايه طيب؟ يعني انت المفروض تعمل ايه بعد ده كله؟ كله على المدرب، على المدرب. طب الاداره، طب انت ماشي يا عم المدرب وحش والمدرب ما بيفهمش حاجه والمدرب كل حاجه. طب ما هو مين اللي جاب المدرب؟ طب ما انت مين اللي جاب المدرب يعني؟ يعني انت مين اللي راح جاب المدرب؟ الاداره. مش هنتكلم على الاداره، عشان احنا لو اتكلمنا على الاداره مش هنطلع برامج ولا هنطلع نتكلم اهو من غير تعصب ومن غير كلام ومن غير نيله. خليك هادي وراكز وهادي كده. طب اللي جاب المدرب الاداره، فالاداره مش وحش، الاداره مية مية. الكابتن محمود مش وحش، الكابتن محمود مية مية من ساعه ماتش الانسحاب اصلا بتاع الدوري قدام الزمالك. خلاص واحنا خدنا الدوري وخلص خلاص، وده اوسخ قرار اصلا حصل في تاريخ النادي، واكتر موقف، اسوأ موقف حصل في تاريخ النادي. ان احنا ما رحناش، مش هقول لك انسحبنا، ما رحناش ماتش الزمالك واتخصم مننا ثلاث نقط، ولحد دلوقتي هيمسكوها لنا. خلاص بقى دوري حرام من ضمن الدوريات الخلاص اللي احنا خدناها. فحلو بقى خلاص، احنا هنسيبنا من اللي فات كله. احنا خلاص نكسب ماتش ونتعادل ماتش ونكسب ماتش ونتعادل ماتش، فنركز في ماتش بيراميدز بقى. يعني هو ده اللي هيحكم عليه بقى. خلاص نستنى خلاص ما الماتش ده يجي. خلاص ده هو بكره وخلاص، والماتش هنلعب الماتش ده هو يوم السبت، يومين يعني مش عارفين نستحمل اليومين دول. ما كده كده مش هنلعب اول ماتش، هنلعبه ماتش بيراميدز، نستحملهم بقى بالطول بالعرض، ونشوف كده بعد كده هنعمل ايه في المدرب. فانت خلاص هنركن قصه المدرب على جنب، ما حدش هيتكلم اللعيبه خالص. محدش هيطلع يقول لي انت كنت وحش النهارده، ما حدش هيطلع يقول لتريزيجيه خلاص انت مش موجود من ساعه ما انت جيت، مش ما عملتش غير الماتش الاولاني بتاع انتر ميامي في كاس العالم، ومن ساعه ضربه الجزاء اللي انت كنت عايز تشوطها وانت في النازل. يعني انت المفروض تبقى في الطالع في الطالع وانت في النازل، ما حدش هيقول له كده خالص. ما حدش هيقول لمحمد هاني انت ما عملتش غير عرضيه واحده اللي انت جبتها، اللي كان محمد شريف جابها جون، والسرول اللي عمله في اخر الماتش الجراديشار. ما حدش هيطلع يقول لمحمد هاني كده. ما حدش هيقول ان احنا بنلعب من غير باك ليفت، ما حدش هيقول كده. ما حدش هيقول ان احنا في الدفاع برده مش احسن حاجه. ما حدش هيتكلم على الشناوي وعلى شوبير وعلى القصه بتاعتهم. ما حدش هيتكلم في كده خالص. كله هيتكلم في المدير الفني اللي هو هنمسك فيه. يعني اللي هو خلاص مع الشماعه بينا، واحنا ضد ان احنا خلاص، والتحكيم. حتى لما تفتح القناه بتاعت النادي بقى وتقعد تتفرج، كله بقى خلاص بقى هنا في مظلوميه والتحكيم، وبقت كل قصص ان احنا نطلع نرد على كلامهم، ونطلع نرد على الاتهامات بتاعتهم ازاي. وابراهيم فايق لازم يعمل لك المناظره بين الاثنين والاثنين، ولازم نتكلم زي الشارع بيقول الفلوس بتيجي منين والصفقات بتيجي منين واحنا المفروض هنفضل طول عمرنا ان احنا ولا بيقول لك ان هم على طول بيقولوا كده، فاحنا متهمين بكده. امتى بقى واحد اهلاوي يا كابتن ابراهيم وطلع قال لك الزمالك بيجيب فلوسه منين؟ او الصفقات اللي جابها، ما هو جاب مين معلش يا كابتن يعني؟ او جاب بكام؟ طيب عشان يطلع يقول واحد اهلاوي او اي مسؤول اهلاوي يطلع يقول لك الزمالك جاب صفقاته منين او فلوسه منين. كل اللي اتكلموا عليه ان هم ازاي يجيبوا الصفقات او يدفعوا الفلوس، وهم عليهم فلوس لاتحاد الكوره. فانت قال لك انت مجدول لك، ما قال لك ما بيحصلش كده في كل الاماكن ومجدول للزمالك، فكده انت يعني بيجامل الزمالك. فهو يعني انت كده كده بتتجامل اهو من اتحاد الكوره ومن حكام، كده كده في مجامله ليك.
فانت تيجي تتكلم علينا ان احنا بنجيب فلوسنا منين وبنتجامل، ما انت كده كده بتتجامل، ما تبص لنفسك الاول. لا هو ما بصش لنفسه، هو بص للنادي الاهلي خلاص، هو اللي بيتجامل، هو اللي جاب فلوسه منين وقال لك، وقعد يا عم، وقعد يبرر لك وقعد يعمل لك وهو مش مقتنع. ما انت برضه اما تيجي تقول للزملكاويه مش هيقتنع مهما تبرر له او مهما تحكي له او مهما تعمل له. هو في دماغه ان احنا بنضعف الفرق التانيه واحنا اللي معانا فلوس واحنا اللي بنعمل كل. خلاص هو دي بقت العقيده بتاعته، العقيده الزملكاويه بتاعتهم خلاص هي بقت كده. اي حاجه ضد النادي الاهلي فخلاص بقت معروفه يا كابتن، مش شرط تجيب وتعمل مناظره وتعمل، وحتى طلع تدافع عن شيكابالا. يعني انت جبت حلقه لشيكابالا كامله عظيمه وكل تصريحاته عظيمه وجميله، تيجي الحلقه اللي بعدها تقول جمهور الزمالك غضبان من شيكابالا وشاتم شيكا. انت بتلاقي على فكره الجمهور الاهلي ده معروف، محدش هتسال اي واحد زملكاوي كبير صغير عيل لسه ايا كان زملكاوي هتقول له مين الاسطوره، يقول لك شيكابالا مهما عمل يعني. ما هو عمل كتير مشاكل في نادي الزمالك وبرضه هو الاسطوره، فهو ما يطلع يقول كلمه ولا كلمتين بعد ما اعتزل مش هيشتموه الشتايم اللي انت طلعت. يعني انت خلاص جبته الحلقه، طلع تاني حلقه تدافع عنه وتصريحات شيكابالا واتاخدت بالشكل الفلاني وقعدت تشرح وخلاص وتبرر له. هو كلمك يا ابراهيم انت دبستني او يطلع يعمل قال خلاص وانت طلعت تبرر له بتقول عشان جمهور الزمالك. هو انت اللي يتكلم اكيد ممكن يكون واحد اتنين تلاته اهلاويه يتكلموا على التصريحات بتاعته. ما هو انت ما فيش واحد اهلاوي يطلع بيقول لك شيكابالا الله ده بيقول حاجه حلوه بعد ما كان بيشاور لنا على الجزمه وبيشتم في جمهور الاهلي وقال لك الموضوع انتهى وخلاص الراجل اعتزل. ليه نفتح في القديم؟ انت هتجيبه هيتعاقد معاك خلاص، سيبك اللي فات مات يا كابتن، ويطلع يحلل عادي زي خلاص ويقول لك التيك تاكا بقى والتكتيكات وخلاص، ويطلع يحلل زي الناس اللي بتحلل عادي، يلبس البدله والجرافطه ويطلع شيك معاك او يقعد على القهوه معاك في البرنامج على القهوه ويقعد عادي بالتيشيرت بتاع، يطلع يحلل زي الناس اللي بتحلل وخلاص وينسى اللي فات. مش تجيبه يحكي في اللي فات ويطلع بتصريحين ثلاثه هم يفرقعهم وترجع تقول الناس بتمسك في التصريحات وتسيب التصريحات. ما هو مش هيطلع له يمسك له في التصريحات الحلوه ويسيب له الوحشه. كواحد اهلاوي كان موجود في المدرج وبيشاور له على الجزمه يعني. فخلاص فاللي فات مات يا كابتن، مش بقول ده حلو او ده وحش، فخلاص اللي فات مات واللي طرقع طرقع واللي فرقع فرقع، ما تجيش تدافع عنه تاني حلقه. باينه قوي باينه قوي من ساعه ضربه الجزاء بتاعت السوبر، ولا ناسي لما كنت زعلان اول ما ضيع الكوره ورحت جاي عامل كده واتضايقت. باينه قوي يا كابتن ابراهيم، مش لازم يعني وتقول لي انا على الحياد والمحايده ويهمني ان يبقى في رمز زملكاوي موجود ورمز فين الرمز الاهلاوي اللي عندك؟ عمال خلاص مش مهم يعني. فادينا بنشوف وخلاص، نركز الماتش الجاي نكسب بيراميدز عادي، مودرن كسبتها اللي اتعادلت معانا كسبتها، فاحنا متعادلين معاها فنكسبها عادي يعني برضه. فنركز الماتش الجاي ده همنا، ولا مدرب ولا لعيبه ولا اداره، نركز ان احنا نكسب الماتش.